شفت علاء الساحر عمل ايه؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك. علاء الساحر الشاب المشهور اللي على السوشيال ميديا اللي كلكم عارفينه طبعا، واي حد قلب او لو ما تعرفوش اكتب علاء الساحر في السيرش هيظهر لك. كان جايب راجل وقاعد بيعذب فيه زي ما انتم ما شايفين كده، وبيجبره ان هو يرقص، وغير ان هو معذبه وجربته زي ما الكل بيقول. ليه؟ ليه وصل بينا المرحله ان انت تعمل في واحد كده؟ وليه اي واحد بيبقى ماشي في الشارع وبيشوف خناقه دلوقتي بقى يا اما واقف يصور يا اما واقف يتفرج؟ ما هو انت يا تخش وتقف وتحوش ما بين الناس وتبعدهم عن بعض عشان ما حدش يتضر، يا اما تسيبهم وتمشي. انما انت واقف بتتفرج او انت واقف بتصور، انت مستفاد ايه يا اللي واقف بتصور او يا اللي واقف بتتفرج؟ انت بقينا بجد النقطة دي كنت لازم اتكلم فيها، وما دام جت مع فيديو علاء الساحل فلازم جدا جدا كلنا ناخد بالنا منها. انت ماشي في الشارع ولقيت في خناقة، شايف نفسك قادر ان انت تخش تحوش، خش حوش من غير اضرار ومن غير ما تتخانق مع حد. خش بس سلك وهتلاقي الف مين بيسلك معاك. مش عايز ومش شايف نفسك قادر، ما تقفش تتفرج ولا تقف تصور. بجد بيبقى منظر بايخ قوي وانا ماشي كده والاقي في خناقه وفي لمه واتنين ماسكين بعض مدغدغين بعض، والناس واقفه تصور والناس واقفه تتفرج، وغير اللي واقف يضحك وغير اللي واقف. يا جدعان مالكوا في ايه؟ فعلاء الساحر يا جماعه بجد ما حدش عارف هو كان عامل في الراجل ده ليه. بس هو في الاول في الاخر حرام ان انت تيجي على حد ضعيف، او ايا يكن، حتى لو انت ليك عنده ايه او هو عامل معاك ايه ايا كان السبب. ما كانش ينفع خالص 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 ان انت تعمل معاه كده، ولا تجبره على رأسه، ولا تعذبه بالطريقه اللي انت عاملها معاه دي. وغير كده انت كمان من البجح اللي مصور ده، ومصور ليه يعني؟ انت حتى لو بتضر واحد ولا بتأذي واحد، مين اللي معاك اللي كان بيصور؟ ولا انت اللي مثبت التليفون وبتصوره؟ يعني ايا يكن غلط، ده اكبر حاجه غلط حصلت. وبرضو نقطه مهمه اقولها، علاء الساحر راح سلم نفسه عشان عارف انه غلطان، وعلشان عارف ومتاكد ان الفيديو ما دام اترفع على السوشيال ميديا، اذا كان هو اللي رفعه او حد غيره او حد حابب يأذيه، فالفيديو ما دام اترفع على السوشيال ميديا الراجل راح سلم نفسه عشان عارف انه كده كده هيتجاب. فيا جماعه يا جماعه لوجه الله، نصيحه، نصيحه، اوعى تيجي على حد انت شايفه ضعيف. ويا عم لو حد جه عليك قول له الله يسامحك، والله العظيم الدنيا ابسط من كده بكتير. احنا زمان وانا صغير والله لو حد كان خد منك اللقمه كده من ايدك حتى لو عافيه كنت بتبقى مبسوط. دلوقتي بقينا كلنا بنيجي على بعض، كلنا بنيجي على بعض. نصيحه لوجه الله، حب الخير لغيرك وما تكرهش حد. ويا عم لو حد جه عليك في ربنا اقوى منه وهيجيب لك حقك وانت قاعد مكانك معزز مكرم. فبلاش نيجي على حد ضعيف او حد غلبان، او نكسر بنفس حد، او نضر اي حد ايا كان. بص لنفسك ولحياتك ولمستقبلك وحب الناس وحب الخير لغيرك. الدنيا هتلاقيها 100 فل و14 مع الكل، مع الكل اقسم بالله. في حد ناقصه حاجه اديها له، انت محتاج حاجه هتلاقي ربنا بيفتحها عليك من كل الاتجاهات. ما تأثرش مع حد وبلاش تجرح حد وتظلم حد. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. متنساش اللايك والشير والكومنت واعادة نشر الفيديو، واللي مش عامل متابعة يعمل متابعة. وشكرا لكم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله، وتكون فيديوهات خير مش فيديوهات شر او فيها اذية لحد ان شاء الله. سلام عليكم.